نلتقيكم اليوم مع شاعر فلسطيني، شاعر جسد فترة النضال الفلسطيني، له ديوان يتيم بعنوان أريد، وهو ديوان طبع بعد وفاته. إنه الشاعر الفلسطيني عبد الرازق رشيد أبو بكر رحمه الله. ولد الشاعر في بلدة قلقيلية سنة 1924. كان والده مزارعا، أما جده فكان أول رئيس للمجلس البلدي في مدينة قلقيلية سنة 1909. تلقى تعليمه الابتدائي في مدينة قلقيلية، ثم انتقل بعد ذلك إلى كلية النجاح في مدينة نابلس، وهناك توطدت علاقته بأستاذه الشاعر الفلسطيني الكبير عبد الرحيم محمود. بعد حصوله على المترك توجه إلى بيروت لدراسة الطب، إلا أن وضع والده المتعثر حال دون إكمال دراسته، فعاد للتدريس في يافا. في يافا مارس الشاعر عمله الوطني المتمثل في محاربة هجرة اليهود وسرقة الأراضي من الفلسطينيين حينذاك. وخلال نكبة 48 عمل هو وأصحابه في بناء غرفتين في ساحة مدرسة يافا شكلتا نواة لمستشفى الوكالة، وكان رحمه الله في طليعة المقاومين والمسعفين. موطني الجلال والجمال والسلام والبهاء في رضاك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك. شغل رحمه الله مناصب إدارية في جامعة النجاح وجامعة القدس المفتوحة، وكان قد أنهى الدبلوم ثم الماجستير في الإشراف التربوي. كان أبا قد غرس حب الوطن وعشق التراب في صدور أبنائه، فها هو ابنه رشيد قد اعتقل وأبعد عن أرض الوطن، وها هو ابنه عصام قد قضى مدة 14 عاما في سجون الاحتلال الصهيوني، كما اعتقلت ابنته سمر مدة 3 أشهر. وكان لكل من ابنتيه مي ولطيفة دور في العمل الوطني. وقد نظم الشاعر قصيدة في ابنه الأسير عصام، إذ يقول فيها: مهلا بني وإن تثاقل ليلنا، اصبر فآخرة الظلام نهار، وظن حتى لو تفاقم أمره، يمحوه مثلك فتية أحرار. ما قيمة الدنيا بغير رجالها، أمل الشعوب رجالها الأحرار. تهتموا يا رفاقي لو كنت انا اسير عوفر والمسكوبي، ما هي الفصل الاخير. لا تحزني يا ميمة
صاروا جنحاني بيداويها الحنين. وانا صابر والنصر من الله والنصر للصابرين. يا حيفي جيد النسير جيدي يا حيفي تتكيف الفرسان جيدي شموع الأمل جيدي وتعود إلى بحورنا الشرقان. في هذه الأبيات الحماسية إذ يقول: قسما بيافا والجليل وأرض أجدادي وقدسي لأشق رأس الغاصبين بمعولي وبحد فأسي وأقيم في يوم الرجوع محافلا وأعيد عرسي. وهدي يا بحر هدي طولنا في غيبتنا يودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا. هدي يا بحر هدي طولنا في غيبتنا ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا. وسلم لي عن زيتوني على أهل الربوني. سلم لي عن زيتوني وعلى أهل الربوني. وبعد أم الحانوني بتشمشم بمخدتنا. هدي يا بحر هدي طولنا في غيبتنا ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا. وأما عن عودة الحق إلى أصحابه فقد خالط الشاعر الإصرار والعزيمة إذ يقول: سنعود للوطن السليب إلى المغاني العاطرة، سنعود للقدس العظيمة للربوع الزاهرة، للمسجد الأقصى المبارك للقباب الآسرة، لكنائس القدس القديمة في الربى المتناثرة. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن يا زهرة المدائن يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد. يا ليلة الإسراء
يا درب من مروا إلى السماء، عيوننا إليك ترحل كل يوم، وإنني أصلي. توفي الشاعر عبد الرازق رشيد أبو بكر في فلسطين عام 2012، فحلقت روحه معانقة أسوار القدس العتيقة، ململما هذا الحب لكي يضمه ترابها الطاهر، وبقيت روحه تردد أشعارا تتغنى بها فلسطين الحبيبة. أعد وقدم وأخرج لكم هذه الحلقة ردينا آسيا. كونوا بالقرب، وفي حلقة جديدة بإذن الله تعالى فانتظرونا. موطني